انا بس هستأذنك ان انا ابقى بصور الجزء ده عشان عايز ابقى بشارك بيه الناس. عندك اي مشكله؟ والله يا دكتور انا مش شايف ان انت متاخر، لا بالعكس انا حاسس ان انت متشتت شويه، يعني حاسس ان الاي اي ملخبطك شويه. هو مش لعبه بنجربها ولا فيديوهين بنشوفهم ونقفل، لا هو انت ممكن تكون بتستخدمه بشكل غلط. تعال نستخدمه على انه موظف، وهو موظف فعلا. لو مش بتديله شغل واضح مش هيعمل اي حاجه، تبقى بتدفع له فلوس وخلاص. فانا حاسس يا دكتور ان احنا مش محتاجين نعرف كل الادوات، لكن احنا محتاجين نعرف كام اداه اخدك بايدك كده ونستخدمهم مع بعض، تحس فعلا يعني انه دي حاجه هتزود لك مبيعاتك، لانها هتوفر لك وقت، هتسهل لك القرار بتاعك، هتخلي الديسيجن اللي انت بتعمله يبقى مبني على ارقام واضحه. حاسس ان في حاجات على فكره ممكن ما يبقاش ليها مكان في شغلك في المستقبل. الفرق مش انك تستخدم الاي اي، انا شايف الفرق لا ان احنا نستخدمه بايكو سيستم انا هرسمه لك بعد الكونسلتيشن دي، يبقى بيسمع معاك في الحجوزات بتاعتك ان شاء الله. مش كده يعني مهتم ان انا ابقى بشاركك بيهم، فخليني ان انا ابقى بمسك معاك الادوات دي ونبقى بنشتغل عليهم واحده بواحده مع بعض. هي ادوات كتير لكن احنا هنختار مع بعض شويه الادوات دي ونبدا اقسمها لك يعني مع بعض. اهم حاجه بس حاول تبقى بتكتب معايا في قلم ورقه كده يعني الحاجات اللي احنا محتاجينه، وكده كده هبعت لك بي دي اف بالحاجات دي بعد ما نخلص يعني علشان تفضل موجوده قصاد عينك. انا بس هستاذنك ان انا ابقى بصور الجزء ده عشان عايز ابقى بشارك بيه الناس. عندك اي مشكله؟ لا يا دكتور اتفضل، ربنا ينفع بيك كتر الف الناس. خيرك، زي الفل زي الفل. قلم ورق بقى ويلا بينا نبقى بنكتب التولز اللي احنا محتاجين نبقى بنعمل فيها السبسكريبشنز، وازاي هربطها لك ببعض دي بتاعتي انا.